وعمنا المقريزي بيقول إن المصريين اللي كانوا في بداية الحكاية مطلوب منهم أتاوة سنوية 1,000,000 دينار زادت مع الوقت وبقت 3 مليون دينار. فضولي شدني وقلت أحسبها بالقمح وأرد قيمته للدولار. المليون دينار النهاردة عاملين حوالي 78,750,000 دولار. طب لما الرقم يوصل ل 3 مليون دينار في عهد المأمون يبقى احنا بنتكلم في 236,250,000 دولار في السنة، ربع مليار دولار تقريبا كانت بتتسحب من جيوب المصريين كل سنة في بلد فلاحينها بتاكل من الأرض وأكتر من نصهم مش لاقي ياكل أصلا. يعني كل مصري من أول العيل الصغير لحد جده يا طيب يا أبو عصاية كان عليه حوالي 52 دولار ضريبة سنوية، اللي هم تمن 15 كيلو قمح بمقام مرتب شهرين. يعني بالعربي كده كان في فاتورة مكتوبة باسم كل مصري بيمضي عليها كل سنة من عرقه من شقاه. والفلوس دي ما كانتش بتروح في تعليم ولا في استصلاح أراضي ولا حتى في تنظيف ترع، دي كانت ملايين بتزود اصفار حسابات محتل كانت أقصى أمنية ليه في يوم من الأيام إنه لاقي معزة شريدة في قلب الصحراء تروي عطشه. لا تجعلوني عبرة مرتين